سنة 1988 مخرج مصري قرر انه يعمل فيلم رعب، وحب يزود الواقعية بتاعت الفيلم شوية. فقال لك انا بدل ما اجيب واحد يمثل انه ساحر، لا، انا هجيب ساحر بحقه حقيقي، بحيث ان الكلام اللي يقوله يخوف بجد. الكلام لما يطلع من صاحب الصنعة غير لما يطلع من واحد بيمثل الصنعة. ده اللي فكر فيه المخرج المصري ياسين إسماعيل ياسين. ده اللي جاي في باله، بس ما جاش في باله اللي ممكن يعمله الساحر ده. ما جاش في باله الشر اللي جوه البني آدم ممكن يوصل لإيه. والمصيبة إن الساحر اللي جابه ده ما قالش أي كلام وخلاص، لا، ده قال عزيمة حقيقية، عزيمة بتعتبر من أخطر وأشد العزايم اللي موجودة، العزيمة البراءتية. ياسين إسماعيل ياسين قرر إن هو يعمل فيلم رعب. كان فيلم رعب من بداية تجارب أفلام الرعب المصرية. فيلم اسمه عادل ينتقم، كان بطولة الفنان عزت العلايلي والفنانة إيمان والفنانة الراحلة رجاء الجداوي. قصة الفيلم كانت بتحكي إن في دكتور بنته ماتت في حادثة عربية. الدكتور ده فضل قلبه ضمير ويوجعه ويقول له انت السبب ان هي ماتت. كان فاكر ان هي ماتت بسبب اهماله. المهم الدكتور ده راح اجر فيلا وثبته علشان ينسى الذكريات اللي بتألمه، وصور بنته اللي ما بتفرقوش في كل مكان في البيت. لكنه اول ما اجر الفيلا الجديدة بدأ يسمع اصوات همس، اصوات ناس في كل مكان، اصوات ناس بتتكلم وبصوت واطي. في الاول كان مفكر ان روح بنته هي اللي بتجري وراه، هي اللي بتجري في كل مكان علشان تنتقم. بس اتأكد ان في روح في البيت لما بدأ يشوف طيف او خيال في اماكن كتير قوي في البيت، كأن الروح دي بتحاول تتواصل معاه. وده اللي بدأ فعلا، بدأت الروح تتواصل معاه عن طريق جهاز تسجيل موجود عنده في الفيلا. بدأت روح الطفل اللي في البيت ده تقول كلام قصير وجمل قصيرة علشان يمشي وراها، ومن خلال الجمل دي قدر يعرف مين روح الطفلة اللي موجودة في الفيلا. وطبعا الفنان عزت العلايلي بيحاول يفهم ليه الفيلا دي مسكونة، ليه الطفلة دي او الروح دي موجودة هنا، وايه السبب ورا ده كله. فبدأ ان هو كمان يتعاون مع الست اللي اجر منها الفيلا. والست دي كمان كان عندها علم ان في حاجات غريبة بتحصل في الفيلا، بس ما كانتش جايبة سيرة الفنان عزت العلايلي في الاول. اصله لو كان عرف اكيد ما كانش هيأجر الفيلا. وهنا بقى المخرج ياسين إسماعيل ياسين المفروض ان هو كان يجيب واحد يمثل دور ساحر زي اي فيلم وزي ما اتعودنا، يجيب واحد يمثل دور روحاني علشان يطلع روح الطفلة اللي في الفيلا. بس هو قرر يزود الواقعية شوية. قالك لا، انا هجيب ساحر وروحاني بجد علشان الواقعية بتاعت الفيلم تزيد. والساحر اللي استعمله المخرج في الفيلم بتاعه علشان يزود التشويق والواقعية هو السيد الحسيني الفلكي. كان مشهور جدا ساعتها في الوسط الفني، كل الفنانين كانوا عارفينه، كل الفنانين ولاعبين الكورة، سياسيين، علاقاته كانت كتير جدا، وكان اسمه بيتردد على كل الألسنة من كتر ما هو كان بيتوقع توقعات بتصيب قدام الناس كلها. والناس التقيلة قوي كانت بتلجأ له في حوار الأعمال والسحر والحاجات دي. طبعا المخرج كلمه وجابه واتفق معاه ان هو هيقول تعويذة من خياله تكونش حقيقية، يعني يدي شوية واقعية للفيلم، والناس لما تشوفه تشوق اكتر للفيلم. المهم التعويذة اللي كان هيقولها كان هيطلع بيها الروح اللي موجودة في الفيلا. المخرج كان معتمد ان هو هيقول حاجة من دماغه، اي كلام وخلاص، بس كان عايزه كده كشخصية الناس تبص في الفيلم وتقول ايه ده ساحر بجد، يبقى اكيد ده ساحر، عشان الناس تتشاور وهي بتتفرج على الفيلم ان هو كان معروف. لكن
اسماعيل لما جابه ما كانش كاتب له سكريبت معين، ولا كان محضر له كلام يقوله. كان معتمد عليه، كان معتمد ان هو هيقول اي كلام من دماغه. واكد عليه التعويذة اللي تقولها ما تكونش ليها اي علاقة باي تعويذة حقيقية. انا مش عايز كلام بجد، انا عايزك تقول مجرد اي كلام، اي تعويذة زي اي حاجة بتتقال في فيلم رعب. لكن اللي حصل كان غير كده. الحسين الفلكي قال تعويذة حقيقية في اللوكيشن. محدش كان فاهم هو بيقول ايه بالظبط، بس التعويذة اللي قالها عرفنا بعد كده ان هي تعويذة اسمها التعويذة البرهتية. التعويذة البرهتية اللي قالها دي بتتسمى كمان بالعهد القديم. في ناس بتقول ان ده قسم مفيش جن ولا مارد يقدر يعصاه، وبيقول ان العزيمة دي فيها 28 اسم من اسماء الله الحسنى، بس بلغة احنا كبشر ما نفهمهاش. ان التعويذة دي فيها كلام باللغة السريانية ولغات تانية احنا ما نعرفش عنها حاجة. انت ممكن لما تسمعها تحس ان في كلام انت عارفه، كلام انت مألوف بالنسبة لك، بس معظم الكلمات مش هتفهمها. العزيمة البرهتية دي بتتقال بطريقة معينة وبسرعة معينة، وما ينفعش تكون أسرع وما ينفعش تكون أبطأ. حتى نطق الحروف دي طريقة علشان يقدر يوصل بيها للجن. المقاطع الصوتية نفسها لازم تخرج بطريقة معينة علشان تتردد بطريقة معينة فيفهمها الجن. بيقولوا ان العزيمة دي او الطلسم ده هي نقطة الوصول اللي بين البشر وبين العالم التاني. والعزيمة البرهتية دي انت مهما اتدربت عليها، مهما اتقنتها، برضو مش هتقدر تنطقها صح. لان الروحانيين بيقولوا انك عشان تقدر تنطقها صح محتاج واحد يكون وصل لدرجة كبيرة جدا من الروحانية، واحد عالي في السحر، مش اي حد وخلاص. بيتقال ان في اللوكيشن ناس حصلت معاها هلاوس، ناس جات لها لعنات معينة بسبب انهم مجرد انهم سمعوها، وان اصلا عدد الاشخاص اللي بيقدروا ينطقوها اقل من 10 اشخاص على مستوى العالم كله، والساحر اللي جابه المخرج كان واحد من ال10 دول. وبيتقال كمان ان اي حد بيحاول ان هو يستخدم العزيمة البرهتية دي وانطقها غلط تحصل معاه مشاكل وكوارث ومصايب هو مش قدها. المهم بقى المصور اللي كان بيصور الفيلم اثناء المشهد اللي اتقالت فيه العزيمة البرهتية قال انا شفت زي خيال او طفل حاجة بتتحرك جوه اللوكيشن. ومن بعدها كمان شاف ناس كتير جدا موجودة في المكان ما يعرفش هم مين. والمصيبة ان بعد ما خلص تصوير بيراجعوا المشاهد لقوا ان في مشاهد اصلا محذوفة كأنها ما تصورتش من اساسه. في مشاهد برضو معينة الصورة فيها مهزوزة وبايظة، كأن الكاميرا اللي صورتها كانت كاميرا بايظة. المصور سأل المخرج مين الناس دي؟ قال له ناس فين؟ وريني كده. لما بدأ يوريله الناس قال له مفيش اي حد موجود في اللوكيشن، انت بس تلاقيك مرهق شوية او فقدت تركيزك من كتر ما كنت مركز في المشهد بتاع العزيمة. المهم الفيلم ده بعد ما خلصوه عرضوه لوقت قليل جدا، ومن بعدها اتشال تاني من كل السينمات. وفي سينما اصلا من اللي عرضت الفيلم ده اتحرقت، وفي مجلات وصحف كتير جدا عملوا تحقيقات كاملة مع الناس اللي كانت بتتفرج على الفيلم ده في السينمات. في ناس كانت بتزعق وتصرخ وقت ما العزيمة دي كانت بتتقال. حققوا مع 3 فيهم، وال3 كلهم أقروا إن وقت ما المشهد ده كان ما بيتقال في ناس كانت بتلمسهم من وراهم، بيحسوا كأن في حد بيلمسهم في السينما. وقت ما كانوا بيتفرجوا على المشهد اللي اتقالت في العزيمة قلبهم كان بيدق بدرجة كبيرة جدا، مع انهم ساعتها ما كانوش عارفين ان العزيمة دي اصلا حقيقية، ولا عارفين هي بتقول ايه اصلا، ولا فاهمين اي حاجة. بص انا هعرض لك حتة
حتة صغيرة من العزيمة اللي اتقالت جوه الفيلم. بس ما تقلقش، مش هيحصل لك حاجة. الصوت متعدل عليه شوية ومش هتسمعها كاملة. فريق فريق أنيق أنيق حريف حريف مليق مليق، تنزل حتى يراكم الناظر بعينه ويكلمكم بلسانه ويسألكم عن حوائجه فهو محيط بكم، أينما تكونوا تأتوني مسرعين 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 مسرعين، وحق براعتهم براعتهم كرير كرير تتليهم تتليهم طرار طرار، بسجال بسجال ترقب برهش لمش مثير كالنهود برشال نبوشاخ برعيولة كيدهولة، أتوني مسرعين 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 مسرعين، الوحى الوحى العجل العجل، الساعة الساعة، انزلوا أينما تكونوا. تعال بقى نخش على الجانب المثير في الموضوع. الساحر ده مات موتة مش طبيعية. بعد فترة قليلة جدا من تصوير الفيلم لقيوا الساحر ده ميت. الساحر ده مات سنة 2003 لما بلغوا الجيران ان في واحدة ست بتقول ان دخلت على جوزها اوضة المكتب ولقيته مرمي على الارض ميت، وقالت انها لما جت تدخل عليه لقيته مرمي على الارض وبقه مفتوح، يعني بيتبرق بطريقة مفزعة وتخوف، كأن في دموع نازلة من عينه، بس دموع لونها اسود. المنظر كله كان مخيف ومقبض. كان باصص للسقف بطريقة غريبة كأن في حاجة كانت رعباه، ولما هي بصت فوق لقيت ان في مكان بقعة سودة كبيرة. طبعا الحكومة راحت للمكان وبدأت انها تعاينه، وساعتها لقوا كتب سحر كتير جدا، ولقوا اسماء ناس كتيرة جدا مشهورين مكتوبين في ورقة، وفي اسماء تانية برضو كانت مكتوبة في ورقة، بس ما كانتش اسماء عادية، لا كانت اسماء جن او اسماء ارواح. بس المصيبة بقى ان الورقة دي كانت مخرومة وفيها قفل ومقفول، يعني كأن بالضبط هو عامل عمل للاسماء دي. فهل ممكن الراجل ده تكون وصلت بيه المرحلة والجبروت ان هو يتحدى الجن ويعمل عليهم اعمال؟ من الواضح كده ان الموتة بتاعته ما كانتش طبيعية. واضح كده ان هو شاف حاجة برغم كل الشر وبرغم كل اللي هو فيه، حاجة مستحملش ان هو يشوفها، فعشان كده مات مفزوع. واللي بيأكد على كده البصة بتاعته. فهل ده ممكن يكون انتقام؟ يكون انتقام من الناس بتقول له ان انت كده عديت الحدود اللي المفروض اي بني ادم يقف عندها. لما راحوا له كان في مناديل كتير، كان مناديل كتير عليها دم، وكان في لبن. مش عارفين الحاجات دي بتستخدم في ايه، لكن ليه عنده صور لفنانين وناس مشهورة كتير، طبعا مش هينفع اقول اسمائهم، وفي ناس من الفنانين والناس المشهورة دي اقروا وقالوا انهم هم اللي مدينه الصور علشان يعمل لهم اعمال اللي هي يعني بتزود الفلوس وتزود الشهرة والبلا بلا بلا ده. في اقاويل تانية بتقول ان صور الفنانين والناس دي ليهم اعداء، والاعداء دول هم اللي مودين الصور دي علشان يعمل عليها اعمال علشان يأذيهم. الصور اللي لقوها عنده في المكان ده كان عليها اشكال ورموز، حروف بالمقلوب، كلام ما تفهمش منه حاجة. في وسط الحاجات اللي كانت موجودة من كتب السحر والأعمال والحاجات دي لقيوها العزيمة البرهدية كانت موجودة، وفي وسط كل الحاجات دي هو مرمي على الأرض باصص للسقف بيبرق، عينيه الاتنين بتنزل دموع سودة، وبقه كان مفتوح كأنه شاف حاجة قبل ما يموت خلصت عليه، حاجة كان بيحاول يستغيث منها لكنه ما قدرش. الطب الشرعي ملقاش أي سبب للوفاة، قال إن الشخص ده ما ماتش مسموم ولا مقتول، إن هو مات بطريقة مش طبيعية، ما لقوش حاجة يكتبوها سبب الوفاة. كل اللي قالوه عنه إن هو ميت مصدوم، علشان ملامح وشه بتدل على صدمة كبيرة،
الحاجات الغريبة اللي اتقالت في الموضوع ده كمان انهم حاولوا ان هم يقفلوا عينه وان هم يقفلوا بقه، بس ما قدروش يقفلوا حاجة منهم. فظيع انه اتكفن واندفن بنفس المنظر اللي لقيوا عليه. طبعا كله بدأ يسأل يا ترى هو شاف ايه خلاه يموت بالطريقة دي؟ ايه اللي شافه قبل ما يموت خلاه يحصل له كل الفزع ده؟ فزع يخلي حياته تنتهي. في الأول كانوا مفكرين إن دي جريمة قتل، كانوا متهمين مراته، بس الطب الشرعي زي ما قلت لك نفى الموضوع ده تماما. قال إن مفيش أي شبهة جنائية، وإنه لا مات مسموم ولا مقتول، وإن طريقة موته غير طبيعية. شقة الراجل ده لوحدها كفيلة إنها يتعمل عليها سيناريو الفيلم رعب من كتر الحاجات اللي شافوها جوه. الحكومة لما فتحت الأجندة اللي مسجل فيها أرقام التليفونات بتاعته، لقوا إن في ناس كتيرة جدا متسجل أرقامها، لاعبين كورة، ناس مشهورين، سياسيين زي ما قلت لك. والراجل ده كان بيروح لكل دول، كان بيروح لدول كتيرة جدا وبيتكلم عن الحاجات اللي تخص علم الفلك والروحانيات والكلام ده، لدرجة إن في ناس كانت بدأت تؤمن وتصدق بكل كلمة بيقولها. قضية الراجل ده تم التحفظ عليها، ولحد اللحظة اللي بكلمك فيها بيعتبر موت الساحر ده لغز ما اتحلش لحد دلوقتي. في مواقع وصحف كتير جدا عرضت حكاية الساحر ده، بس ايا كان الكلام اللي بيتقال ده صح او غلط، انا مجرد شاهد. انا بس جمعت لك الكلام اللي بيتقال وحكيتهولك. والفيلم اللي عمله على فكرة لحد دلوقتي لسه موجود وممكن تتفرج عليه. بس في الاول وفي الاخر خلينا متفقين ان السحر موجود، وان الاذى موجود، وان اللي يحاول يتعمق في الحاجات دي يبقى هو اللي لعب في عش الدبابير. فارجوكم اتوسل اليكم محدش يقرب من الحاجات دي، لانها محدش يقرب منها وكانت نهايته عادية. دايما النهاية بتكون بشعة والأقصى حد. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش السبسكرايب واللايك الجميل بتاعك، وهبقول لك ايه، انا هستناك دلوقتي تعمل سبسكرايب. يلا عشان يوصلك كل جديد، وعشان غيرك كمان يعرف. وللحد هنا والسلام.